صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعادة، صباح الحب، صباح الأمل، بصوا، ما كنتش عارفة أقول لكم إيه بجد. صباح الفل على أحلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. النهاردة كده عملنا يوم فلاحي ويوم حلو ويوم لذيذ علشان خاطر عيونكم انتوا بس. ما تحرمش من ذوقكم ولا من كومنتاتكم. متشكرة جدا جدا على تفاعلكم على الفيديو اللي فات. ما تحرمش منكم النهاردة بقى عشان خاطر عيونكم انتوا. رحت الجرن كده وعملت كانون وعشنا يوم فلاحي بجد، وطبخت هناك وعملت كل حاجة هناك. متشكرة جدا لحضراتكم، متشكرة جدا لكومنتاتكم، متشكرة جدا للناس الجميلة اللي دخلت عندي جديدة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. لايك بقى كده بسرعة علشان خاطر انا استاهل ان انا تعبت في الفيديو ده جامد جدا جدا. وكمان اشتراك لو اول مرة تشوف القناة. ميرسي جدا ليكم، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. نصلي بينا على النبي كده ونبتدي اليوم الحلو اللذيذ. النهاردة كده زي ما قلت لكم ان انا رحت عند الجرن وعملت كانون وعملت حاجات حلوة وعملت محشي وذبحت بط ونضفت هناك. عشنا يوم كده لذيذ وحلو علشان خاطر عيونكم انتوا بس. النهارده كمان ظبطت الدنيا، قلت اما اقوم اغسل كده شويه هدوم. طبعا احنا عارفين الصيف والحر والدوشه والبهدله اللي حضراتكم عارفينها بتبقى في الصيف عامله ازاي. نصلي بينا على النبي بقى، وكمان حته لايك احلى وكمان حته اشتراك احلى من ايديكم اللي زي السكر. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. اول حاجه دخلت كده على الغساله شغلتها زي ما حضراتكم شايفين. طلعت اللحاف الفايبر ده كده والاسفنجنتين دول. بحب انام عليهم كده في الصيف. خرجتهم كده وشلت الشلت بتاعتهم وغسلتهم، وكمان طلعتهم في الشمس كده علشان يشموا شويه شمس حلوين كده ولذاذ ولطاف. هنا كمان كنت بلم الهدوم زي ما حضراتكم شايفين كده، وبحب ان انا اطبقها كده على السور بتاع البلكونه علشان خاطر ما ادخلش جوه كده والدنيا تبقى مكركبه حوالين مني. علشان خاطر تبقى ست منظمه كده وست بيت حلوه. اعملي اللي انا بقولك عليه علشان خاطر ما تتعبيش ولا تتبهدلي. زي ما انتوا شايفين الدولاب كمان كده بتاع الواد صاصه حلو وجميل ولذيذ، بحب ارتبه اول باول. لو هترتبيه كل اسبوع الدنيا هتبقى رايقه معاكي وزي الفل. بصي خديلك كده يوم في الاسبوع لكل الدواليب اللي في البيت بتاعت ولادك وبتاعت جوزك وبتاعتك. مش هياخدوا منك حوالي ساعه لو انت هتظبطيهم كده في الاسبوع. صدقيني مش هياخدوا منك اي حاجه. ربنا يديم علينا صحتك وعافيتك يا رب العالمين، وما تحوج حد لحد ابدا. يا رب يا رب يا رب. المهم هنا كده انا سايبه الغساله شغاله. وكمان لميت هدومي وحطيتها كده فين؟ في الدولاب. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دخلنا على مطبخنا الحلو لذيذ. البرنجان ده او البتنجان ده انا كده بحب اقوره وبحتفظ بيه في الفريزر. تمام تمام. بتحطيه في كيس كده وتربطيه في درج الفريزر وبتخرجيه بعدها كده بتحمريه على طول. شايفين؟ بصي ممكن تخزنيه كده من سنه للسنه. هنا كمان بوريكم التوم اللي احنا مفرزينه مع بعض، حطاه في الفريزر ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا زي الفل وزي القشطه كمان، وبفضل طري وحلو كده ولذيذ معاكي. جميل. لو انت عايزه تشوفي الطريقه ادخلي كده وشوفوها على القناه. عملته باحلى طريقه علشان خاطر عيونكم، علشان خاطر متابعين الجمال واللذاذ. هنا كمان كنت عندي كيسين صلصه سبتهم يفكوا كده في الحله، وكمان جبت عليهم حبيتين بصل وقرن فلفل كده سبايسي. بعد ما الطماطم ما فكت معايا رحت ضايفه عليها البصل وضايفه عليها الفلفل زي ما حضراتكم شايفين. تمام تمام. والصلصه خلاص متسبكه عندي وفكت وبقت قشطه وزي الفل. حطيت عليها شويه زيت وكمان فصين توم او شويه توم اللي احنا مفرزينه مع بعض. بصوا بوديها في حته تانية كده خالص. هنا كانت الطماطم استوت معايا. كنت غاسله الرز كده وصفيته من الميه. حطيت البهارات بتاعتي، بهارات محشي، شويه كمون شويه كزبره شويه ملح. وبحب ادي الرز كده تشويحه على النار وبعدين بطفي عليه. تمام. وبعدين بخرط الخضره هنخرطها هناك في الجرن. والبتنجان بتاعي اديت له كده تشويحه في الزيت. ولميت حاجتي كده بسرعه بسرعه ورحنا رايحين على الجرن بتاعنا الحلو لذيذ زي ما حضراتكم شايفين. بصوا هعيشكم يوم حلو يوم لذيذ علشان خاطر عيونكم انتوا بس. هنا كده الخضرة انا بوريكم. الخضرة المحشي دي كده بقالها كده حوالي عندي في التلاجة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله شهر. بلفها كده في ورقة الجورنال وبسيبها كده في الباب بتاع التلاجة. بس اوعي بس المشكلة اللي هتحصل لك ان هو يطولها اي مية او اي حاجة. انما طول ما هي بعيد عن المية هتفضل لذيذة وحلوة كده زي ما حضراتكم شايفين. هنا بقى كنت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بغسل الخضره بتاعتي وبجهز مش عارفه انا كنت بنضف بصل ليه. هنشوف. كنت بعمل بصل علشان احطه في الارض. معرفش مالك عملت فيا ايه. وكنت متغاظه منها كده. شايفين بقى شكل الجو الحلو اللذيذ ده. انا حبيت اعمل زي الناس الحلوه اللي هم في الصين والناس الجميله دي. بيحبوا كده يطبخوا على الطبيعه ويحبوا يطبخوا كده على بصوا انا يعني بدمن الفيديوهات دي بصراحه.
فقلت اعمل لكم فيديو حلو ولذيذ كده، لعل وعسى كده الفيديو يضرب معايا ويجيب مشاهدات حلوة وتبقوا انتوا وش الخير عليا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. هنا طبعا جبت الرز من البيت زي ما حضراتكم شايفين، ما كنتش حطيت عليه لسه الخضرة. غسلت الخضرة كده على الحنفية وقطعتها زي ما احنا شايفين بشويش كده، ورحت جايه مقلباها في الرز بتاعي. طبعا البتنجان زي ما قلت لكم انا بسيبه كده من السنه للسنه، بقوره واحطه في شنطه وكيس بلاستيك واحطه في درج الفريزر واقفل عليه، بيفضل من السنه للسنه زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اديته تشويحه كده في الزيت زي ما احنا شايفين، وجبت كل حاجتي كده وجيت هنا على الجرن جري احشي في وسط البط ووسط الطبيعه ووسط الجمال وسط الحاجات الحلوه دي. جبت هنا معايا كمية بصل حلوة كده علشان بتدي نكهة كده للمحشي، ورحت مخرطاها كده في الأرضية طرنشات زي ما حضراتكم شايفين، وهنبتدي ان احنا نحشي عليها. شايفين بصوا بحشي والبط جنبي، ولا بطة قدرت ان هي تهوب جنبي علشان خاطر تاكل من الرز، عمالة هش واقول يلا هش. بصوا هو كان يوم حلو، كان يوم لذيذ بجد. وملك بقى يا سلام مالت لي والنبي يا ماما عايزين نعيد الكلام ده تاني ونعمل كده المحشي هناك في الجرن زي ما شُفنا كده. بُص هتشوف حاجات حلوة كتير، كتير، خليكِ بس متابعاني لآخر الفيديو. أنا سرّعت لكم الفيديو في الأول، وبعدين ما رضيتش أسرّعه لكم في الحاجات الحلوة دي بقى، قُلت أهدّي كده أهدّي إيه، أهدّي السرعة علشان خاطر تستمتعوا كده باليوم الحلو اللذيذ ده. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. متشكرة جدًا، جدًا لكل الناس الجميلة اللي دخلت عندي. بُصّوا هو أنا ما أعرفكوش شخصيًا، بس صدقوني أنا حاسة إن أنا ليّا أهل وليّا عيلة وليّا عِزوة، أنتم عيلتي وأنتم كل حاجة في حياتي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. أنا لمّا بانزّل فيديو كده وأدخل أبُص ألاقي حضراتكم كده يعني كاتبين لي تعليقات جميلة وداخلين وعاملين لي أجمل حاجة، بُصّوا بابقى مبسوطة جدًا، جدًا. زي ما قُلت لكم إن أنتم النعمة اللي حصلت لي في حياتي. اسكت بقى يا بُقّي، عمّال تضحك وعمّال تعمل مش عارفة مالك وسهام، ربنا يخلّيهم ويخلّي لكم ولادكم يا رب العالمين، مش عارفة عمّالين يقولوا لي إيه. المهم إحنا كنا عمّالين نتشاكل وعمّالين نعمل، وبعدين هاقول إيه، ربنا يخلّيهم ويخلّي لكم ولادكم. هنا بقى كنت خلّصت المحشي بسرعة، بسرعة، بسرعة كده زي ما إحنا شايفين، وجه الواد صاصة اللذيذ قال لي: "يا ماما أصوّرِك." قُلت له: "تعالَ يا حبيبي." والفرن هناك والجمال والطبيعة، شايفين يا ولاد؟ بُصّوا والله أنا لو أعرفكم واحد، واحد كده هاعزمكم وأقول لكم تعالوا نتغدى هناك في الجُرن كده في بُصّوا في الحفاوة دي وفي الحاجات الحلوة دي. ربنا يوسّع علينا وعلى الناس كلّها. ادعوا لي بقى كده نبني بيت حلو كده ولذيذ هناك، يا رب توسّع علينا وتوسّع على كل من كان، وترزق كل من كان، يا رب. عايزة أقول لِك إن أنتِ افضلي استغفري ربنا وصلّي على النبي كتير، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليها حل خطير. بُصّوا لو أنتِ في أكبر مشكلة في الدنيا كده وهتيجي وهتقولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كده كام مرّة وتفضلي تسبّحي وتستغفري، صدّقيني ربنا هيبعد عنِّك أي بلا وأي أذى، وأي حاجة وِحشة عنِّك وعن ولادِك يا رب العالمين. هنا بقى كنت بابني الكانون، هو كان مبني بس أنا قُلت أعلّيه شوية، حطّيت كمان طوبتين زي ما حضراتكم شايفين كده، وباشوف إن الطِش ده هياخده والّا لأ، يعني هياخد على قد الطوبتين والّا إيه. جِبت شوية حطب كده من فوق ربنا يوسّع علينا، وقُلت أعيّشكم يوم فلاحي ويوم حلو ويوم لذيذ كده. هنا بقى كنت إيه، جِبت الطشت زي ما قُلت لكم عايزة أولّع بقى كده وأعمل شطورة. عايزة أقول لكم إن أنا أول مرّة أولّع بصراحة الكانون ده، يعني أول مرّة أعمله لوحدي وأول مرّة أولّعه لوحدي. عايزة أقول لكم إن أنتم وش الخير عليّا، عمري ما صوّرت معاكم حاجة وطلعت وِحشة، الحمد لله رب العالمين. عمري ما عملت معاكم أي حاجة وطلعت وِحشة أو طلعت فاشلة. دايمًا بادخل كده وأصوّر معاكم وأبُص ألاقي كل حاجة حلوة، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ولّعت الكانون بتاعي جريت جري، جري كده على الحنفية زي ما إحنا شايفين. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مليت شوية مَيّة وبعدين هنحطهم كده. شايفين شكل النار وشكل الحلويات. عايزة أقول لكم إن أنا كنت حوالي كده كانت الساعة 14:00 أو 15:00 بُصّوا في عز النقاط لسعت مش عارفة إيه اللي حصل. النار كده جاية على وشي والجو أصلًا حَر والحرارة يومها كانت 40. فكان يعني كان يوم صعب، كان يوم صعب. بس بُص أنا استلذيت كده بشكل المعيز وشكل البط، وحبيت كده إن أنا أبسط العيال، قُلت لهم: "تعالوا بقى إحنا هناخد أكلنا وشربنا ونروح نطبخ هناك." زي ما إحنا شايفين كده ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هنجري ورا البطة أهو زي ما أنتم شايفين. مش عارفة لساني عمّال يتلخبط بالكلام ليه، يمكن عشان لسه صاحية، يمكن عشان لسه صاحية. صباحكم زي الفل، صباحكم زي القشطة، صباحكم كده معطّر بذكر الرحمن، صباحكم زي العسل.
هنا كده مسكت بطاية حلوة، ربنا يوسّع علينا وعلى الناس كلّها، عايزة أقول لِك طول ما الخير عندِك كده وأنتِ مش شايلة هَم أي حاجة، مش شايلة هَم الدنيا، بتصحي من النوم الصبح كده وأنتِ دماغِك رايقة، ما أنتيش شايلة هَم إن أنتِ هتطبخي أو هتعملي. أنا عن نفسي لمّا بيبقى الdeep freezer بتاعي فيه فراخ أو في سمك أو في أي حاجة، بُصّوا ما بابقاش ما بابقاش شايلة هَم الدنيا، ما بابقاش شايلة هَم إن أنا في فلوس في البيت أو ما فيش، لإن هاخرّج من الفريزر وهاعمل. بتبقى المصاريف بقى اللي أنتِ عاوزاها، بتبقى على قد مثلًا إيه، عيّل رايح درس، بنت نازلة الجامعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عيّل تعب، حاجة يعني بتبقى حاجات بسيطة. إنّما لمّا بيبقى الأكل عندِك والخير عندِك، صدّقيني بتشيلي من على نَفْسِك هَم كبير. فأنتِ حاولي كده أول ما ربنا يوسّعها عليكِ، لو جوزِك موظّف والّا حاجة، أول ما تقبضي كده أو أول ما يقبض بتروحي جايبة حاجتِك كده أول بأول، ومش عارفة إيه اللي حصل ده، مش عارفة. بتجيبي حاجتِك أول بأول كده وتضبّطي الفريزر بتاعِك وتضبّطي التلاجة بتاعتِك. بعد كده بقى في فلوس في البيت ما فيش، بُصّوا بتعدّي، ربنا كده بيرزق وربنا بيسترها كده من عنده. المهم إن إحنا كده خلّصنا، ما شاء الله كده صمّتنا البطة بتاعتنا أو حطيناها في المَيّة كده، المَيّة كانت غليت بسرعة علشان طبعًا الكانون خلّى المَيّة غليت في ثواني، شوية الحطب دول بُصّوا كانوا لُذاذ وكانوا خُطار وكانوا بلّعوا معايا كده بسرعة. هنا كمان ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله زي ما إحنا شايفين كده، جِبت الحلة بتاعة المحشي زوّدتها مَيّة، ما زوّدتهاش بقى شوربة لإن أنا ما كنتش لسه ولّعت على الشوربة أو على البَط، ورُحت جاية كده مولّعة على حلة المحشي زي ما إحنا شايفين، وهنا كده كانت النار عالية جدًا، فقُلت كان في ريشتين صغنّنين كده في البطاية، قُلت أمّا أمسكهم كده أعملهم على النار أشيّطهم، تمام، أنا كده ما باسوّيش البطة، أنا كده باشيّط الريشتين اللي هُم في البطة مش راضيين يطلعوا، قُلت أشيّطهم كده على النار. المحشي عمّال يغلي معايا وأنا عمّالة أورّيكم كل حاجة باعملها أول بأول كده زي ما إحنا شايفين، عايزاكم تستمتعوا بالفيديو وعايزاكم تستمتعوا باليوم الحلو اللذيذ ده، علشان خاطر أنا عاملاه علشان خاطر عيونكم أنتم بس، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. هنا كنت خلّصت البطاية زي ما إحنا شايفين أهو، وكانت نطفت وكانت بقت زي القشطة، جِبتها كده وفتحتها وغسلتها بالليمون. عايزة أقول لِك بُصّوا إحنا هنا في الجُرن يعني ما فيش إمكانيات زي اللي في البيت، في المطبخ اللي عندي في البيت، بس أنا كنت سعيدة جدًا، جدًا وأنا شغّالة هناك، وكنت مبسوطة أوي وأنا باعمل الحاجات دي. بُصّوا كان يوم حلو، كان يوم لذيذ. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، عشان خاطر لو وصلت لحد هنا اضغطي لي حتّة لايك صغنطوط وحتّة اشتراك أحلى من إيديكم اللي زي السُكّر. نِفْسي القناة بتاعتي تكبر. صدّقوني بجد أنا محتاجة ليها، يعني أنا يعني اوعوا تستهزئوا كده أو تقولوا مثلًا الست دي طالعة أو أي ست على اليوتيوب تقولوا ده طالعة ده ست فاضية، ده ست طالعة تشتغل نَفْسها، ده ست مش عارفة طالعة، لأ والله العظيم بُصّوا، أي حد بيخرج كده على القنوات دي أكيد بيبقى عنده كبت، أكيد بيبقى عنده أي مشكلة، أكيد بيبقى في أي حاجة في البيت. فعشان خاطري كده عايزين نقف جنب بعض ونكبّر بعض، ربنا يعيننا يا رب ويعين كل واحد على حاله يا رب العالمين. كل واحد له خصوصياته، وأكيد كل واحد ربنا اللي يعلم بيه. أنا عارفة أنتِ ماشية إزاي، طبعًا لأ، أنتِ عارفة أنا ماشية إزاي، طبعًا لأ. فربنا يعيننا كده ويعين كل واحد على حاله. عايزاكم تقفوا جنبي وتكبّروا لي القناة بتاعتي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وصدقوني أي قناة بتدخل عندي بتكتب لي أي comment أنا بادخل بسرعة، بادخل أعمل لها اشتراك على دماغي من فوق. ونفسي كده نقف كلنا جنب بعض ونفسي نكبّر بعض، علشان طبعًا إحنا كلنا عيلة واحدة، كلنا مسؤولين، كلنا عندنا ولاد، كلنا عندنا مسؤولية. ربنا يعيننا ويعين كل واحد على حاله. هنا كده كنت خلّصت البطاية بتاعتي وذبحت كمان ديك صغنطوط كده، وجِبت الفلفل والطماطم والبصل زي ما حضراتكم شايفين. نقلت بقى المحشي هناك قدّام، وجِبت كده البطاية هنا، كانت النار عالية هنا، وحطيت عليها الطماطم والبصل والفلفل وشوية فلفل أسود وشوية ورق لورا. بُصّوا كنت كل شوية أتصل على سام بنتي في البيت، يا بنتي والنبي هاتي لي مش عارفة إيه، يا بنتي هاتي لي مش عارفة إيه. بُصّوا البت مَلِّت منّي في اليوم ده، فدوسوا لها كده اشتراك حلو ودوسوا لنا للعيلة كلّها، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. هنا بقى كنت عمّالة أولّع في الكانون ومبسوطة جدًا، جدًا، أنا مش عارفة أقول لكم إن أنا كنت سعيدة إزاي في اليوم ده. جوزي بقى جه ربنا يدّي له الصحة كبّر لي كده الكانون، قال لي: "بدل ما تحط حلة واحدة نحط حلّتين ويبقى كده يوم حلو يوم لذيذ ونخلّص على طول." لإن هو فعلًا برضه كان صيام في اليوم ده، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيت إن أنا أخلّص كده بسرعة، لإن أنا كده كانت الساعة حوالي 17:30، المغرب بيدَّن 18:30، ففاضل معايا ساعة.
المهم كده المفروض إن أنا أخلّص بسرعة، بسرعة، فجيت جري كده وجبت لكم اللقطة الحلوة دي بُصّوا يعني الناس اللي هي من الفلاحين هيعرفوا إن دي فرخة الغيط بيضة أو مطلّعة الفراخ كده وقاعدة بيهم في قلب المَيّة مش عارفة إزاي، سبحانك يا رب، قُلت أمّا آخُد لكم اللقطة الحلوة دي. المهم كده إن المحشي خلاص كان استوى زي ما إحنا شايفين، فطبعًا إحنا عارفين إن المحشي البتنجان لازم يبرد شوية، باوريكم الحلويات. هنا بقى كنا غيّرنا هدومنا وكنا خدنا لنا دُش حلو لذيذ كده. عايزة أقول لكم إن أنا لمّا باجي الجُرن هنا بصراحة باحس إن روحي بترُد لي، زي ما قُلت لكم في الفيديوهات الحلوة بتاعتي قبل كده، إن أنا روحي هنا في المكان ده أهو. يا رب توسّع علينا وعلى الناس كلّها يا رب العالمين. هنا بقى كنت باحمّر البطاية وجِبت الزيت وعملت كل حاجة علشان خاطر عيونكم. ما شاء الله النار كانت حلوة وكان يوم حلو وكان يوم لذيذ. هاستنى أكيد رأيكم كده أسمعه في التعليقات. باحب أسمع كومنتاتكم الجميلة علشان أنتم أغلى حاجة عندي، علشان أنتم العيلة الحلوة الجميلة بتاعتي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. متشكرة جدًا، جدًا لكل الناس الجميلة اللي دخلت عندي جديدة. أنا ما عُدتش عارفة أقول لكم إيه بجد، علشان كده أنا حبيت أعمل لكم الفيديو اللي حلو اللذيذ ده، حبيت أغيّر لكم كده أي حاجة من اللي إحنا بنصورها مع بعض. متشكرة جدًا ليكم واستنوني في فيديو جديد وسلام عليكم.